الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أيها المسلمون الكرام، من المعلوم أن أعظم كتاب أنزله الله عز وجل على جميع الأمم هو القرآن الكريم، وأعظم سورة في كتاب الله عز وجل أي في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في سورة الفاتحة هي آية إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية عندما يقوم بمعانيها المسلم فإنها تحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى من الرياء ومن الكبرياء. فإياك نعبد تحفظ العبد من الرياء، فإياك نعبد معناها أخلص عبادتي لك يا رب العالمين، بالتالي لا رياء فيها. وإياك نستعين تحفظ العبد من الكبرياء، فالعبد لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل بقدرته، ولكنه لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل إلا بإقدار الله له على عبادته عز وجل. فبالتالي يستعين العبد بالله على أن يوفقه الله على عبادته سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو أعظم دعاء من الممكن أن يدعو به العبد لربه سبحانه وتعالى، وهو أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على عبادته عز وجل. لماذا؟ لأن العبادة هي الوظيفة الوحيدة التي خلق الله عز وجل كل الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل إن الله عز وجل أمر كل المخلوقين بأن يعبدوه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل إنه سبحانه وتعالى ما أنزل كتبه وما أرسل رسله إلا لهذه الوظيفة، وهي عبادته عز وجل، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، وأن يرزقنا الإعانة التامة على هذه العبادة، وأن يجعلنا من الموفقين العابدين الذاكرين الشاكرين